ريلمي نازله بكارثه كبيره وميزات في نفس الوقت، تجمع الاتنين يطلع ريلمي جي تي 7 برو. الموبايل فيه حاجات بزياده قوي وحاجات ناقصه جدا وكراهت فيه. فكره انك لغيت تصوير الفيديو ال 4K بالسيلفي بقى 1080 بس، التردد نفسه نزل وبقى 120 هرتز. تصميم وحش جدا، هو الجي تي 6 بالظبط بس خليته مربع كاميرات، بس هتحبه شويه خصوصا لما نقارنه مع الجي تي 5 برو. مستني ايه؟ اللايك والاشتراك اتعمل خلاص، يلا نبتدي. بيقدم تجربة محترمة جدا مع المعالج الجديد سناب دراجون 8 إليت بدقة تصنيع 3 نانومتر وعلى تقييم انتوتو عامل 2 مليون و800 ألف نقطة. مش أعلى رقم في المعالج ده، هو بيوصل لحد 3 مليون نقطة بس حلو على جي تي 5 برو، برغم انه تطوير كل سنة بس هو السنة دي نازل بحاجة تقيلة شوية مع تردد 120 هرتز بس كان 144. خلي بالك هو سريع وسلس في الحركة والتنقل خصوصا مع السوفت وير الجديد، جميل وفيه ميزات أكتر. في الألعاب معالج الرسوميات لوحده عامل مليون و150 ألف نقطة، تخيل تجربة الألعاب هتكون عاملة ازاي. وبابجي طبعا عارفين 120 فريم، أكيد مش هينزل أقل من كده. مع تجربة صوت ستيريو محيطي هتعجبك جدا، ولو بصينا على الشاشة هتلاقي كام تعديل بسيط. بقت من نوع ATLTPO أوليد بلس بالشراكة مع سامسونج. نسبة الشاشة لجسم الموبايل من 92% بقت 89.4%، تطوير بالعكس. والسطوع من 4500 شمعة بقى 6500 شمعة. لكن الشاشة الكيرف بقت كيرف رباعي، كأنها فلات بس بإحساس شاشة كيرف، هتحسها كده. لكن زي بعض مقاس 6.78 انش، بتدعم مليار لون و HDR 10 بلس ودولبي فيجن مع شهادات حماية العين والجفاف مع دعمها للاي اي. والتصميم فيه شغل واضح جدا، خدوا الجي تي 6 وخلوا مكان الكاميرات مربع، ولو مش مقتنع بالمربع الاولاني عملوا لك مربع تاني تحت المربع الاول. انا اقتنعت خلاص. صراحة تصميم الجي تي 5 برو افضل كتير ومحترم عنه. الفريم الومنيوم عادي جدا، في دلوقتي سباك الومنيوم اقوى وامتن، بس هو حلو ومسطح بالكامل. والطبيعي ظهر ازاز مع رسمه بسيطه في اللون ده، مش هتلاحظها قوي. الاجمل ان السمك قل جدا، من 9.2 مللي بقى 8.6 مللي، محترم جدا وخصوصا مع البطاريه الضخمه. والوزن من 223 جرام بقى 218 جرام، مش فرق كبير. والاجمد انه بقى بيدعم مقاومه مياه اعلى، معيار IP 68 و69، وبيدعم شريحتين نانو مفيش اي سيم، وال5G واي فاي 7 بلوتوث 5 و4 وNFC IR بلاستر خاصيه الريموت. وكل ده مؤكد من الموقع الرسمي لريلمي في الصين. النقله الكبيره في السوفت وير، نزل بالواجهه الجديده ريلمي UI 6 مع اندرويد 15 والثلاث تحديثات رسميه، جميل مع انيميشن وحركه سلسه جدا، مع ميزات AI وتوضيح الصور والميزات القديمه، مع سرعه في الحركه والتنقل وفتح وقفل التطبيقات بمساعده المعالج والتردد والسوفت وير. افضل من الجيل القديم، بقى سلس وسريع اكتر. ما تنساش يا صديقي وانت معدي اللايك والاشتراك وزر الجرس واي كلمه حلوه تشجعني. استمر، عاش، برافو، جامد، الكلام ده مش هوصيكوا، كفايه كده. وتعالوا نشوف التطوير اللي حصل في الكاميرات. مع الثلاث كاميرات الاساسيه 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري، والثانيه 50 ميجا بكسل بيروسكوب زوم مع مثبت بصري و3 اكس اوبتيكال، والاخيره 8 ميجا الترا وايد زي القديم. الالترا وايد تفاصيل مقبوله وواضحه، اضاءه حلوه. الاساسيه مايله للون الازرق، تفاصيل افضل، الشجره واضحه كفايه، والورق بس الاضاءه غامقه شويه. عند 2 اكس هتلاقي تفاصيل واضحه مع اضاءه افضل، حتى لون السماء افضل. لكن 3 اكس هتلاقي لون ازرق في ازرق، التفاصيل تمام، المبنى واضح لكن اللون مش افضل حاجه. الالترا وايد تفاصيل مقبوله، لون السماء حلو، اضاءه حلوه. الاساسيه تفاصيل افضل، واضحه كفايه، الوان السماء مقبوله بس اغمق شويه. وعند 2 اكس هتلاقي تفاصيل محترمه لليافطه مع اضاءه والوان اغمق درجه. لكن ال 3 اكس تحس صوره مبكسله جدا، مش واضح منها غير الكلام بس. الالترا وايد تفاصيل محترمه جدا وواضحه، اضاءه والوان مايله للازرق شويه. الاساسيه حلوه مع اضاءه طبيعيه، تفاصيل واضحه كويس، السماء حلوه كتفاصيل والوان. وعند 2 اكس هتلاقي تفاصيل محترمه للمبنى بنفس الالوان والاضاءه ليه وللسماء. اما ال 3 اكس هتلاقي تفاصيل واضحه للمبنى، موضح عيوبه مع نفس الاضاءه والالوان. الالترا وايد حلوه وتنفع خلفيه جدا. الاساسيه بتفاصيل اعلى، الوان قريبه من الالترا وايد شويه. وعند ال 2 اكس هتلاقي تفاصيل افضل مع نفس الاضاءه والالوان. لكن ال 3 اكس هي ال 2 اكس بتفاصيل افضل وبرضه تنفع خلفيه. الالترا وايد حلوه كالوان واضاءه، لكن
مش حلوه كالتفاصيل زي الاساسيه، بتكون مع تفاصيل افضل، الشجر واضح كويس زي المبنى والوان مش هتختلف عن الالترا وايد. عند 2 اكس هتلاقي تفاصيل المبنى افضل واوضح مع اضاءه اعلى، لكن ال 3 اكس هتلاقي الصوره فاتحه زياده مع تفاصيل مش الافضل وخصوصا الشجره، وال 6 اكس هي ال 3 اكس مع تفاصيل افضل واوضح. في النايت مود الالترا وايد مقبوله بس غامقه زياده ومش واضحه كفايه في التفاصيل، الاساسيه مع تفاصيل افضل ووضوح اعلى للمباني، وال 2 اكس هتلاقي تفاصيل مقبوله للمباني يعني ماشي الحال، وال 3 اكس زيها نفس التفاصيل مع اضاءه اغمق شويه خصوصا تحت. الاختلاف بس بين ال 6 اكس عن ال 3 اكس ان ال 6 اكس مبرسله جدا مش اكتر، الالترا وايد مقبوله مع اضاءه فاتحه وبرسلت شويه، الاساسيه مع تفاصيل افضل ووضوح اعلى، اضاءه افضل واضح جدا على درجات السلم. وعند 2 اكس هتلاقي تفاصيل افضل مع نفس الاضاءه، وال 3 اكس تفاصيله افضل من ال 2 اكس مع ضوء عالي ودرجات السلم مش واضحه كفايه زي ال 2 اكس. الالترا وايد مقبوله مش الافضل مع اضاءه عاليه، الاساسيه مع تفاصيل افضل، اضاءه مظبوطه والصور واضح كويس. عند 2 اكس هتلاقي نفس الاساسيه في الضوء مع تفاصيل افضل، وعند 3 اكس هتلاقي تفاصيل واضحه جدا لكن الضوء عالي زي الالترا وايد، لكن الصور مع اضاءه مظبوطه بتكون محترمه جدا ومحلل الضوء كويس جدا، بدايه من الالترا وايد مع تفاصيل مقبوله والاساسيه محترمه جدا برضو مع نفس الاضاءه. عند 2 اكس هتلاقي تفاصيل افضل درجه من الاساسيه، وعند 3 اكس نفس الكلام مع نفس الاضاءه، لكن ال 6 اكس هتلاقي تفاصيل افضل درجه واضاءه اعلى شويه. كفايه الصور وتعالوا نشوف تصوير الفيديو، وهو بيصور فيديو لحد 8K 24 فريم و4K 60 فريم، جميل في الحركه، سلس وثابت كفايه، الفوكس بس بطيء شويه مش اساسي تلاحظه، بس لو بتصور كتير هتلاحظ بنفسك. وفي النايت مود مقبول لكن مش الافضل، في بدائل افضل كتير. سيلفي معاه كاميرا 16 ميجا بكسل، مقبول في التفاصيل لكن مش الافضل وعازل كويس، هنا تحس انه ركز على تفاصيل الشعر اكتر من الوش والدقن، هتلاحظ ان هم مش واضحين كفايه والعزل مقبول. هنا نفس المشكله مش عارف ايه السبب، هل ممكن تتحل التحديث؟ وفي النايت مود حلو خصوصا لو متوجه عليك ضوء قوي بيوضح تفاصيل الوش حلو، مش افضل حاجه، هو مقبول خصوصا لو ضوء متوسط مش قوي مش متوجه على وش كله. هنا نفس المشكله مش عارف ايه السبب بصراحه، بس موضح الشعر افضل، وبيصور فيديو 1080 30 فريم مفيش 4K، مش عارف شالوها ليه، احنا كده بنتطور لتحت ولا ايه؟ مقبول لكن التفاصيل مش افضل حاجه ومش ثابت كفايه في الحركه والمشي، دي 7:42 ثانيه. في النايت مود مش حلو ومهزوز جدا مفيش تفاصيل فمش هفضله، والبطاريه فيها ميزه حلوه جدا، بدل ما كانت 5400 ملي امبير بقت 6500 ملي امبير، رقم ضخم. والبطاريه دي من نوع جديد باسم سيليكون كربون، افضل في استهلاك الطاقه والحراره، مع شاحن اكبر 120 واط، وحسب كلامهم بيشحن في متوسط 37 دقيقه، مناسب جدا. ونزلك بنسختين رام 12 و16 زي الجيل القديم، مع تردد اعلى 5300 ميجا هرتز، ومساحه التخزين من نوع UFS 4 زي القديم وثلاث انواع 256 و512 و1024 جيجا، ومش بعيد عن تركيب كارت ميموري. باختصارا كده نعرف الموبايل ده يستاهل وتشتريه ولا لا. صراحه عجبني البطاريه الكبيره والشاحن، ما عجبنيش ان مفيش تصوير فيديو 4K بالسيلفي، عجبني المعالج نازل بتطوير كبير عن الجيل القديم، لكن ما عجبنيش التردد الاقل 120 هرتز. عجبني الكاميرات وخصوصا في الصور، لكن ما عجبنيش تصوير الفيديو العادي والنايت مود والصور بالكاميرا السيلفي، ولحد دلوقتي مفيش تركيز ليزر. لكن عجبني السوفت وير الجديد والسطوع الاعلى، لكن ما عجبنيش التصميم. والافضل مقاومه المياه معيار IP 68 و69، والسعر حكايه، تخيل النسخه 12 مع 256 جيجا في الصين بسعر $501 بس، كويس جدا كسعر. ده لو وصل عندك قول $600، فده انصح بيه جدا لو مهتم بتجربه فلاج شيب متكامل وبسعر اقل من السامسونج والايفون، هيكون مناسب معاك جدا. لكن خلي بالك برضو من العيوب مهم تركز فيها وتشوف مناسبه ليك ولا لا، وما تنساش تكتب لي اي كلمه حلوه تقديرا للشغل الجامد ده واشتراك ولايك. عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد لايكات، تعبت جدا في المراجعه عشان اجيب لك كل المعلومات صح وفي اقل وقت ممكن، ولازم تكون عندي على فيسبوك، يوتيوب، انستجرام، تيك توك، عشان نكبر العيله اكتر ونكون اكبر محتوى تكي في الوطن العربي باذن الله. دمتم بافضل حال، سلام.